السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة إما سبور. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا التحركات ديال اللاعب أشرف حكيمي اللي قدم اليوم مباراة رائعة عالمية مع فريقه باريس سان جيرمان أمام فريق رين، واللي سجل فيه هدف رائع وعطى أسيست وساهم في انتصار فريق باريس سان جيرمان. بلا ما نطول عليكم نخليكم تشوفوا التحركات ديالو وسط الملعب والمستوى العالمي اللي قدم، واعطوني الآراء ديالكم في التعليقات، وما تنسوش تدعموني بالاشتراك في قناتي والضغط على زر إعجاب باش ديما يوصلكم كل ما هو جديد. شكرا مهند الجالي. أصدقائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الموعد الجديد والمتجدد مع مباريات الدوري الفرنسي الذي وصل إلى الجولة الثامنة، والختام سيكون هنا في الروازون بارك، المعقل الأسطوري لاستاد الريني، في مواجهة نادي باريس سان جيرمان. هي قمة بامتياز عن الجولة الثامنة. باريس سان جيرمان الخامس في الترتيب العام برصيد 12 نقطة، والرين في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، وبالتالي هنا في حاجة ماسة الفريقان إلى نقاط للاقتراب أكثر من المتصدر الحالي والمواقة نادي موناكو برصيد 17 نقطة. فرق الكوت دازور هي التي تتألق حاليا. إن تعلق الأمر بنادي موناكو في الكرة أشرف حكيمي التمرير، ولكن فيها تغطية الأولمبيك دو مارسيل. لكن التذكير مرة أخرى بأن اللاعبين الشباب صالوا راموس اللاعب البرتغالي رقي خسارة خارج البارك دي برانس أخيرا في الدوري الفرنسي 38، فهي تعتبر بالنسبة لعشاق باريس سان جيرمان طويلة. ديمبيلي العرضية فيها تسديدة من المتوقع اليوم من اللاعب أوغارتي، وأيضا اقترب منه ديمبيلي يعود إلى دوناروما ممتاز في أول تصدي حول المرور. التغطية بعد ذلك من طرف ماركينيوس، يلعب مباشرة حول المرور، وبعد ذلك الكرة تتحول مباشرة إلى ضربة لباريس سان جيرمان في هذا الميدان. كان في سنة 2018. انطلاقة لراموس، راموس اللي اللعب له واللي تألق معه، بعد مرور 12 دقيقة على بداية المباراة. كرة لمن يا حكيمي يلعبها في اتجاه كاليمويندو كان في الانتظار ذلك أن تقنع جماهيرك وعشاقك الودية وتصفيات كأس العالم في منطقة نادي رين العربية. والتدخل أتحفنا بهدف رائع سيبقى في الذاكرة، الدينامو الاساسي في المنتخب الجزائري. رجعت الكره للخلف، ومارسيليا كذلك اللي متواجد في حكيمي. شوف حكيمي الان يدخل هنا في اشرف حكيمي، يحاول ان يمر هو يناصر فريق نادي باريس سان جيرمان، وكل من يعني من هم المتنافسون بكل تاكيد بارك، وهذا ياكد لك حجم المعاناه الباريسيه. مرة جانب الاستلام والتسديدة، بعد ذلك تتحول مباشرة باللقب العالمي 2018. لمستك الأخيرة في الكرة يلي أشرف حكيمي سدد، ترتطم واحد على واحد، يرتكز على ديمبيلي. جيرمان لديه اليوم رين ولديه ستراسبورغ، أما اللاعب أشرف حكيمي فعلا أشرف حكيمي هو امتيال باريسية، يرتكز بعد ذلك على أوغارت. تلعب بيلوسيون يحاول فيتينيا، عالمي روعة الجول يا فيتينيا. مستوى متذبذب، ولكن هذا الموسم مع الويل بأنك تقدم أفضل مستوياتك هذا الموسم اختيارات، لكن في النهاية هناك عمل. وينطلق حكيمي يغير تماما في اتجاه زاير إمري فيها جول الثاني من الأسد المغربي أشرف حكيمي. نعم، الهداف قبل المدافع. حكيمي أنا حاضر، حكيمي أنا مسجل، حكيمي أنا سواصل مساري الجميل في منافسات الدوري الفرنسي والشامبيونز. إذا حكيمي يدون الثاني. أسد يسأر هنا في الروازون بارك. هذه الصورة، هذه اللقطة، هذه الكرة الكان متسللة وضعية السليمة يا أشرف يا حكيمي. انطلق كسام يكسر التسلل، وبالراس بالخبرة بالهدوء بحس الهدافين، رغم أنك مدافع ولكن هنا استثنائية.
يعني حكيمي هذا كان التوجه بالمناسبة. طبعا كولومواني وتشوف فيتينيا تقول بأنه فعلا معوض. رأي منك رأي ديمبلي مرر كانت هنا اللمسة فيتينيا مبابي بأن حكيمي ممكن يسجل. يعني هذه ساطوار هنا الكرة تسديدة مرة مقبلة مع أسود الأطلس لا من خلال مباراة اللاعبين الشباب، وكأن الإضافة لراموس حكيمي في الانطلاقة الآن المرتدة والبداية العرضية الراسية بعد ذلك. جرما ممتع جدا لأنه في سلاسة كبيرة في ريدر مع ماتيتش وفي ظل طبعا وجود حارس مرمى دونا روح ديك صعب. هذه تسديدة أصل وضعية فيتينيا في شوط المباراة الأول هذه، وبالتالي هنا 4 دقائق كانت كافية لمتابعة دوندا في حراسة المرمى. عمر أفضل بينما لدينا كرة العرضية كاليمويندو سان جيرمان والمدافع الحالي لنادي زيغنال إيدونا بارك عندما سيواجه الباريس. ممكن جول راموس غير معقول. هنا وصلت ناحية براس العرضية الهدف عن طريق الجزائري أمين كويري يقلص الفارق نعم من البداية. المساحات موجودة لمبابي جماهير تتفائل مع العودة. حكيمي انسان العرضية خطيرة جول دخل مواني فسجل فأتى بالخبر السار بعد أسيست خيالي من أشرف حكيمي. الله يا حكيمي الله على الأسيست. جول لأوروبا يوم 25 من شهر أكتوبر الحالي. هنا حتى الكرة لفيتينيا نقلة في المونسو شكرينيار دور ربع نهائي كل شيء. ليمان يطلب اللعب مبابي هنا نقلة وتواجد مسألة صعبة 7 مناسبات وفي جميع المسابقات هنا في ملعب. طريق من الجهة اليمنى العرضية هنا محاولة العرضية لكن فيها ديمبلي لن تنسى ديمبلي وما قدمه بلاس وبيلوسيون هما من تريفير وماتيتش وماتيزا للاعب أشرف حكيمي. نعم قام حكيمي ممكن الرابع ضاع في القارات. طبعا لدينا ماركينيوس لدينا فيها دوري ابطال اوروبا وكلاعبين حتى شكرينيار وماركينيوس هنا وتحضير من اشرف حكيمي 1-2 جاءت من جديد لفائده اشرف حكيمي كيا من كيليان مبابي. هنا فسح المجال لباركو مبابي جول تياتي في خطا هذا كان الفيديو ديال اليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا به، وما تنساوش تكتبوا لي تعليقاتكم اسفل الفيديو، وما تنساوش كذلك الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة باش تدعموني ويوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من الناس، وشكرا لكم.